سلام الله عليكم جميعا أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد، بارتاج اللايكات والله يخليكم بحال الورود اللي مزينين المشاميم. عمركم ما تبالوا بإذن الله. وأنا غادي نقول على بركة الله نقطتان مهمتان: مساعدة من المغرب، وهجوم سبيراني من شمال إفريقيا. اليوم الأسطورة أو الخرافة ديال ألف ليلة وليلة سالات وتفضحات طالما الجيران كيهدوا فينا، غادي يقطعوا علينا الكهرباء وغادي نعيشوا في الظلام، وقطعوا الغاز وقالوا غادي نطيبوا بالعواد. لكن اليوم هاد الأسطورة أو الخرافة تفضحات، وأن المغرب قدم مساعدة قيمة ومساعدة كبيرة ومهمة، لأن تنقولوا الماء والكهرباء هما الأساس ديال الحياة، وأن هذا الانقطاع الكهربائي واللي جا صدفة لإسبانيا والبرتغال كلف خسائر كبيرة لإسبانيا، أو لا تسبب في خسائر كبيرة في إسبانيا. وشنا الإسبان كيف رجعت الكهرباء خرجوا كيحتفلوا وكأنهم زادوا. اليوم المغرب قدم خدمة كبيرة لإسبانيا، وعلى لسان رئيس الوزراء خرج وتيشكر المغرب وتيشكر كذلك فرنسا. لكن السؤال المطروح اليوم علينا كاملين: علاش العديد من المواقع والمنابر والمراكز ديال الدراسات كيقولوا ان الهجوم من شمال افريقيا؟ واش المغرب غادي نقولوا من عنده الهجوم؟ ما يمكنش انا غادي نهجم عليك ونعطيك الكهرباء، لا يمكن. وهنا الاتهام غادي يمشي لدولة الجزائر او النظام الجزائري. غادي تقولوا لي علاش عام عمارة؟ تونس ما عندهاش الامكانيه باش غدير هادشي. ليبيا عارفينها، موريتانيا عارفينها، كيبقى المغرب والجزائر. المغرب اليوم قدم خدمه كبيره ولي اسبانيا ما عمرها تنساها للمغرب، لا حكومه ولا شعبا ولا حتى ملكا. لكن إلا كان هادشي من دولة الجزائر، أشنو هي الأسباب والمسببات وعلاش وقع هاد الهجوم؟ واش نقولوا أن إسبانيا ما تنازلاتش على الاعتراف وبقات مصممة على الاعتراف ديالها بالسيادة ديال المغرب على الصحراء ديالو في إطار الحكم الذاتي؟ أو لا نقولوا أن هذه لعبة من النظام الجزائري باش إسبانيا توسل ليه وتقول ليه أعطيني، راه ما عنديش، أعطيني الكهرباء؟ يمكن. وهكذا غادي يخرج الإعلام والبروباغندا وأننا احنا يا إسبانيا وهاد إسبانيا الدولة القوية وكذا احنا عطيناها. لكن السؤال اللي خاصنا نطرحوه جميعا: علاش مثلا إسبانيا ما طلبتش المساعدة من الجزائر؟ علاش طلبت المساعدة من المغرب؟ هذا هو الإشكال. لأن أولا احنا عندنا الربط الكهربائي مع إسبانيا أو مع أوروبا، وهذا الربط الكهربائي في الصالح ديالنا بجوج. يمكن تكون عندنا أزمة يمدونا بالكهرباء، يمكن تكون عندهم أزمة نمدوهم بالكهرباء. لكن إن ثبت أن دولة الجزائر اللي قامت بهذا العمل، تخيلوا كيفاش غادي يكون الرد ديال الإسبان. والإسبان ماشي دولة سهلة، راه مملكة عظمى وعندها بزاف د الوسائل، وخصوصا بعد ما خرج الرئيس عبد المجيد تبون وقال لك حنا ضغطنا على إسبانيا باش تراجع لأنها خسرات 7 المليار. وهنا خاصنا نديرو قراءة: واش دابا 7 المليار ديال الجزائر
هي اللي غتخلي اسبانيا تركع، مع العلم انها ما ركعاتش. راه غير في السياحه، غير في السياحه راها اسبانيا كتدخل 100 مليون ديال البشر كسياحه، يعني تريليون ديال الفلوس، تريليون، ماشي 7 المليار ديالك انت. ولكن ها انت درتي عداوه، وها انت هاد الاشارات راه غادي تمشي للنظام الجزائري، وإلا تبت هادشي بصح النيت، لان لحد الان المصدر الرسمي ديال الحكومه الاسبانيه مازال ما قالوا والو، ولكن قال لك راهم تيبحثوا مع الخبراء ومع المختصين في هذا المجال باش يعرفوا المكان الحقيقي والصحيح منين جات هذه الضربه السبرانيه. وقلنا ان النظام كيتعامل بهذه الطرق باش كيبغي يديرها وسيله ضغط، وان اسبانيا غادي محتاجه ليه لان ما عندهاش الكهرباء. لان نسيتو فاش خرج الرئيس عبد المجيد تبون وقال لك حنايا لبنان كون ما عطيناهم الفيول كانوا عايشين في الظلمه، وتيقول لك حنا الدوله الوحيده اللي ما كيتقطعش عندنا الضوء 24 على 24، هو عاد تيكذب. راه كاين شي بلايص اللي ما وصلوش للضوء كاع، اصلا ما عندوش الضوء. وهنا فين كتكمل الخطوره، لان العداوه مع اسبانيا، العداوه مع فرنسا راها مازال مستمره، العداوه مع العراقيين، العداوه مع اللبنانيين، العداوه مع مالي، مع النيجر، مع بوركينا فاسو. وعلى ذكر النيجر وبوركينا فاسو ومالي، كتعرفوا ان كان اجتماع ديال 3 الوزراء ديال مالي وبوركينا فاسو والنيجر مع سيدنا وفي القصر الملكي. لا جاو اشنو بغاو، اشنو طالبين، لان احنا بلي تنقولوا اللقاء بالملك ان هاد الناس باغين شي حاجه. وكيف اللي تسرب من الاخبار تيقول لك ان المغرب او الملك محمد السادس الله ينصرو ويطول عمره وعدهم بانهم غادي يساعدهم بداك الشيء اللي طلبوا، وانه جاد. وهنا فين خرجوا الوزاره ديال الثلاثي وقالوا ودي بعد ما الدول قطعوا علينا العلاقات ولاو اعداء وما بقاش عندنا امكانيه باش نوصلوا للبحر من الجهه الاخرى، المغرب فتح لنا افاق باش ندوزو للمحيط الاطلسي وندوزو السلاح ديالنا والتجاره ديالنا ونستوردوا اللي بغينا، وهكذا غادي تكون في الصالح ديالنا. لكن السؤال اللي هو مطروح، اذا كانوا هاد الدول الجوار جاو اجتمعوا هنا في المغرب، موريتانيا ولات خارجه الحساب، ليبيا تا هي خارجه الحساب، راه فيها 3 دول، مع من بقى النظام بقى بوحدو معزول. وهادشي علاش خرج شنقريحه ودار عاود تاني مناورات هي بالذخيره الحيه، يعني خاصو يخسر الذخيره باش يجيب الذخيره الفلوس. يعني كيضحكوا على الشعب الجزائري وكيديروا المشاكل الدوله وغادي مغرقين الدوله ومازالين زايدين في الهبال ديالهم. يا سبحان الله. لكن دائما تنقولوها وغادي نبقاو نقولوها، حنا المغاربه رجال وسبوعه وديال الصدق وديال المعقول. وهذا الشيء تربيه المخزن وتربيه الملوك العلويين لهذا المخزن اللي ما تيعجبكمش واللي داير لكم عقده واللي مألمكم وجارحكم. وهذا المغرب، هذه المملكه الشريفه العظيمه، وحلات لكم قرجوطه
وما بقيتوش قديتوا لا تطلعوا ولا تهبطوا. النفس ما بقاتش عندكم، ولو انك تقولوا النفس وتهزوا النيف وفي الاخر كتركعوا وكتنباطحوا. اما حنا المغاربه تلقاو سبوعه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. واحلى تعليم. سلام.